السلام عليكم. في حكايات بتبدأ بأسطورة، لكن فجأة تلاقي العلم دخل وبيقولك استنى، يمكن الأسطورة دي ليها أصل. تخيل معايا مدن وحضارات كاملة، بيوت ومعابد وشوارع كلها موجودة تحت المية، آلاف السنين محدش شافها، لحد ما غواص أو عالم قرر يغوص أكتر ويلاقي مفاجأة العمر. النهاردة هننزل مع بعض أعماق البحر وندور على المدن الضيعة، ونشوف إيه اللي حصل للحضارات اللي ابتلعها البحر واللي لسه لحد دلوقتي محدش فاهم قصتها كاملة. وعشان كل حاجة حواليك وراها حكاية، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الحكاية الجاية. أنا أحمد فاروق ودي معلومة تحيرك، ويلا بينا نبدأ الرحلة. تحت البحر وأمواجه العنيفة، في مدن كاملة نايمة في صمت من آلاف السنين، كلها مدفونة تحت الأمواج، كأن البحر نفسه قرر يخفيها عن عيون البشر. في الهند سنة 1963 فريق تنقيب على الشاطئ بيحفروا عادي، لحد ما المعاول وقفت فجأة. تحت الرملة لقوا بقايا معابد غريبة التصميم، وأواني فخارية ونقوش حجرية، كلها بتصرخ إن في حضارة عظيمة كانت هنا من آلاف السنين. لكن المفاجأة الأكبر ما جاتش غير بعد عقود. في أوائل التسعينات الغواصين قرروا ينزلوا أعمق، ومع كل غطسة البحر كشف سر جديد. على عمق 40 متر تحت السطح لقوا جدران محصنة وشوارع مرصوفة وأعمدة حجرية ضخمة، وحتى مراسي عملاقة للسفن، دليل إن دواركا دي ما كانتش مجرد مدينة صغيرة، دي كانت مركز تجاري وديني ضخم. الأبحاث قالت إن بعض البقايا دي ممكن ترجع ل 1500 سنة قبل الميلاد، وبعضها حتى أقدم من كده، وده بيخلي دواركا واحدة من أقدم المدن الساحلية في العالم اللي لسه آثارها ظاهرة لحد النهاردة، بس تحت الموج بدل ما تكون على اليابسة. أما مصر سنة 2000 في خليج أبو قير، على بعد 2 كيلو ونص بس من سواحل الإسكندرية، فريق بقيادة عالم الآثار البحري فرانك جوديو كان بيدور على سفن نابليون اللي غرقت في القرن ال18. لكن بدل السفن لقى مفاجأة هرقلون، أو زي ما اليونانيين كانوا بيسموها هيرقليون، الميناء التجاري والديني. مدينة كاملة مفقودة، الأهم المصر الفرعونية قبل ما الإسكندرية تتبنى أصلا. على عمق حوالي 10 أمتار الغواصين شافوا مشاهد مستحيل تتنسي، تماثيل ضخمة لآلهة زي إيزيس وحورس، بعضها بيوصل ارتفاعه ل5 متر ووزن طن، معابد كاملة لسه أعمدتها واقفة بحجارة منقوشة بلغات مختلفة، دليل على التجارة العالمية اللي كانت بتمر من هناك. عملات ذهبية وبرونزية بعضها من عصور مختلفة، كأنك شايف اقتصاد مدينة كاملة متجمد تحت البحر. وحتى سفن غارقة لسه هياكلها الخشبية متماسكة وكأنها غرقت امبارح. وكل سنة العلماء بيكتشفوا جزء جديد، مواني وشوارع وبيوت ومخازن حبوب، مدينة كاملة بترجع للحياة بعد ما نامت تحت المية لأكتر من 2000 سنة. في اليابان سنة 1986 غواص محلي اسمه كيهاتشي أراركي كان بينزل يصطاد قرب جزيرة يوانغوني. فجأة عينه وقعت على حاجة غريبة تحت المية، على عمق حوالي 25 متر ظهرت قدامه مصاطب حجرية عملاقة، سلالم عريضة ومنصات مستقيمة وجدران بارتفاع 5 أدوار كأنها معابد منسية، كتل صخرية بوزن مئات الأطنان مترتبة كأن مهندس خططها بإيده مش بس الطبيعة. العلماء لما سمعوا باللي شافوا نزلوا يدرسوا الموقع، وساعتها ظهر الجدل الكبير: هل احنا قدام مدينة غارقة عمرها أكتر من 10,000 سنة؟ لو ده صحيح يبقى ينغوني أقدم من أهرامات مصر نفسها. بعض الباحثين لمحوا لوجود نقوش غريبة على بعض الصخور وأشكال أشبه بالطرق والقنوات المائية، كأنها فعلا كانت مدينة عايشة ومليانة ناس في يوم من الأيام. لكن فريق تاني من الجيولوجيين قال لأ، الصخور دي الطبيعة نفسها شكلتها برياح البحر والزلازل اللي بتحصل في المنطقة من آلاف السنين. الزلازل العنيفة اللي بتهز اليابان من وقت للتاني ممكن بسهولة تشكل مصاطب وحواف مستقيمة لو الصخور نفسها هشة بالشكل المناسب. لكن الحقيقة اللي محدش يقدر ينكرها إن شكل الموقع مرعب وغامض بدرجة تخليك تحس إنك في فيلم خيال علمي. ممرات ضيقة كأنها شوارع مهجورة، قواعد حجرية كأنها أبراج أثرت نصها العاصفة، وأنفاق عميقة ممكن تاخدك لعالم تاني لو غطست فيها. الغواصين اللي نزلوا هناك حكوا عن إحساس غريب، كأن في حد بيراقبهم من بعيد، ولسه لحد النهاردة يوانغوني مخبية سرها، حضارة ضايعة تحت المحيط ولا مجرد تحفة طبيعية
لعب فيها البحر دور المهندس العبقري. الجدل مستمر، لكن المؤكد اللي بيشوف الموقع ده مرة عمره ما بينساه. تخيل مدن من الهند لليابان ومصر، حضارات كاملة اتبلعت تحت المية، قصص اتحولت لأساطير، ولما رجعنا ندور لقينا الحقيقة هناك في صمت القاع. يمكن لسه في مدن تانية أكبر وأقدم مستنية حد يلاقيها، ويمكن البحر لسه محتفظ بأسرار مش عايز يكشفها بسهولة. كان معاكم أحمد فاروق، ودي كانت معلومة تحيرك.